في لما بتكبر بقى وبتوصل لمرحله النجوميه، امتى انفجرت النجوميه بتاعت شرنوبي؟ يا جماعه بس عشان حضراتكم تبقوا عارفين، احنا في كت في النص عشان خاطر الجيران، الراجل عمال يرزع بالشنيور في الحيطه، ما اعرفش طلبت معاه دلوقتي علق لوح البيت كلها. يعني مش فاهم يعني، فما علينا. انت سامع هي الموهبه انفجرت ازاي بقى وبقيت كده؟ بص، اللذيذ في الموضوع انه مفيش مرحله جت فجاه. ماشي. يعني بدات معايا واحده 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 واحده، فاتبنت واحده واحده قوي. ماشي. في طبعا مراحل يعني كانت مهمه قوي، وفي مراحل كانت زادت قوي، زي مثلا لا تطفئ الشمس، زي المرحله اللي غنيت فيها مع عمر خيرت في صاحبة السعاده، زي الممر، زي النفسيه لما نزلت مع الكام حفله اللي عملتهم، زي ليه لا. يعني هتلاقي مراحل ماشي بتزق واحده بتسلم زيادة. واحده بتسلم واحده بالظبط، لحد ما بس وصلت. مفيش واحده اللي هي خلاص مفيش قفزه جت. مفيش قفزه، الحمد لله جت واحده واحده. بس تعرف وبحس ان كده احسن. ده بحس ان كده احسن، بحس انه اكنك بتبني طوبه ورا طوبه خطوات كده، مش فجاه خطوات بترفع ثابته عمرها. بطيئه احسن من قفزات سريعه ما بالظبط. فيهاش توازن، يعني بالظبط. بتعمل لك. وبحس انها بالظبط هي بتعمل خضه كده نفسيه. تربنه. تحس انه انا ايه اللي حصل لي ده، فبتلاقي كل حاجه، كل قراراتك بتبقى غلط، وبتلاقي بقيت نجم بسم الله ما شاء الله كبير ومطرب من المطربين الجامدين، ومطرب برضو اعنيها، لان انا عارف كويس الفرق ما بين المطرب الحمد لله والمؤدي. الحمد لله. فانت من المطربين، وده يخليني اسالك انت عملت ازاي وبتعرف تتعامل ازاي مع فكره النجوميه والشهره والتعامل مع الناس والثبات الانفعالي بتاعها، عامل عندك ازاي؟ بص، انا بتعامل على اني بني ادم طبيعي. يعني حتى لما ببقى في زحمه، لما ببقى في نازل في يوم، ما بقدرش فكره انه لا يا جماعه انا مش هينفع ابقى هنا عشان الدنيا زحمه، عشان انا مش عارف ايه. انت زي ما بتقول يعني بتشوفني في كوزمو سيتي كده، يعني بنزل كل يومين 3 اقعد العب شويه. رهيب. متفرقش معايا يعني في رهيب. الاخر. انت دايما مقياس شهرتك او مقياس نجاحك بعدد البني ادمين اللي بتشوفك وبتسلم عليك، او اللي بتشوفك وبتقول لك برافو، او اللي بتشوفك وبتتصور معاك. صحيح. فده كل ما بيكتر كل ما بتطمن، وكل ما بيبقى اكتر كل ما بتحس ان انت في حتة احسن. فما عنديش مشكلة معاها، وما عنديش مشكلة مع فكرة الشهرة، وعايش يعني. طيب فاهم؟ دي نقطة حلوة ومميزة فيك برضو، دي بتدي احساس. خد بالك انت اللي مولود في بيت برضو كده، يعني انت ما بتخضش يعني. عشان والدك كده، صح. فمش هتتخض، بتشوف نجوم وبتشوف اسماء مظبوط. وبتاع، فعندك يعني عندك في الحتة ديت تقل كبير، صح. مش هتأثر عليك. بس برضو هي في جانب تاني، جزئية تانية، انه الواحد لما في سن صغير بسم الله ما شاء الله زيك تحقق نجاح كبير، تعمل فلوس كويسة، الدنيا تبقى افضل، برضو مش ممكن شويه يبعدك عن الناس، يبعدك عن اصحابك؟ ولا انت قادر تتعامل مع القصه دي؟ ده خالص. يعني حتى صحابي القريبين اللي من المدرسة، اللي كانوا صحابي قوي، لسه لحد دلوقتي صحابي قوي، ولسه هم القريبين. وبقى في طبعا صحابي تانيين قريبين. والدايرة يعني انا دايرة صحابي قليلة قوي. صحابي القريبين قوي يعني مفهوم. ما في قريبين معارف جدا. كتير في معارف كتير وفي صحاب كتير، بس صحابي القريبين اللي ايوه معاهم قليلين. سري ومعاهم كل حاجة ولما بتضايق بكلمهم أيوة. قليلين جدا، يعني 4 5 6.